ومساء الفل عليكم جميعا من قناة عراء على اليوتيوب. فيديو النهاردة هو عبارة عن تحفة أثرية قيمة جدا. تخيلوا كده معايا ان انتوا تبقوا اقامتكم في قصر اتبنى سنة 1927. القصر ده بنته العيلة المالكة في مصر. طبعا ده القصر ده موجود في المنتزه في اسكندرية. اتبنى جنب قصر الحرملك. بيتميز القصر ده ان هو كان المعمار بتاعه فريد، وبيستقبل كل ملوك العالم. اتبنى من العيلة المالكة في مصر، دلوقتي اتحول لفندق هيلنان بالاس المنتزه. يلا بينا بقى اخدكم كده جولة في المكان. القصر الجميل ده اللي هو دلوقتي اخدته شركة هيلنان وبقى اسمه هيلنان بالاس المنتزه، تابع لفندق هيلنان فلسطين في المنتزه. طبعا المكان او القصر ده فيه طبعا اشجار نادرة جدا من نوعها. طبعا اول ما عدينا المنطقة بتاعة الانترنس او المدخل بنلاقي المبنى في وشنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده بنلاقي على الشمال برضو زي مبنى كده هقول لكم عليه دلوقتي، بس انا بحاول اعمل لكم اوفر فيو كده عن المكان بالكاميرا سريعا. طبعا زي ما احنا اتفقنا ده اللي هو المبنى بتاع الاوتيل او القصر. بعد كده بيجي على الشمال زي ما انتم شايفين البول او حمام السباحة. وطبعا في قعدات بتقدروا تقعدوا عليها عادي مفيش اي مشكلة. وطبعا اللي هو المبنى اللي انتم شايفينه المنور ده عبارة عن ريستورانت وكافيه. تقدروا ان انتوا تستمتعوا بيه عادي كدي يوز، ان انتم تستعملوا الريستورانت والكافيه مع البول، او انكم تبقوا من رواد ونزلاء الفندق عادي جدا زي اي اوتيل. تستعملوا البول والريستورانت والكافيه بطريقة طبيعية جدا لو انتم حاجزين مثلا ليلة او 2 أو 3 كده. تمام، ده بقى المدخل بتاع الاوتيل. دلوقتي انا محتارة بصراحة اقول لكم اوتيل ولا قصر، بس في كلا الاحوال يعني ده اوريدي المدخل بتاع الاوتيل. طبعا المكان لسه محتفظ بنفس التفاصيل القديمة بتاعة القصر، مع طبعا شوية تجديدات بسيطة كده بحيث برضو ان هم يحافظوا على المكان الاثري ده. طبعا انا هاخدكم جولة في المكان كله على قد ما اقدر. ان يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة عراء على اليوتيوب، عشان تدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.